تعمل ايه لو الاسانسير عطل وانت فيه؟ اول حاجه اطلب المساعده فورا من زرار المساعده اللي بيكون في الاسانسير، ولما حد يرد عليك حاول انك تتكلم بصوت واضح وتقول المشكله بتاعتك كامله، ولو تعبان لازم تعرف اللي بتتكلم معاه عشان يقدر يتصرف ويطلب الاسعاف فورا. طب لنفترض انك معرفتش تتواصل مع اي حد، اهم حاجه انك تهدى تماما واعرف انك مش في حاله خطر. خلينا نتخيل مع بعض ايه هي اسوأ مخاوفك دلوقتي، انك مثلا تفضل فتره طويله في الاسانسير والاكسجين يخلص وتتخنق. في النقطه دي ما تقلقش، لان المصاعد كلها فيها نظام تهويه ومفتوحه ومش ممكن انك تتخنق فيها. طب ممكن مثلا ان الاسانسير يقع، دي كمان ما تقلقش منها، لان لو ما كانش فيه حريقه او زلزال فموضوع ان الاسانسير يقع ده شيء مستبعد تماما. فاللي المفروض عليك انك تعمله دلوقتي انك تهدى خالص وتستنى المساعده، وما تحاولش انك تشوف فتحه في السقف عشان تطلع منها، لان دي حاجه مش موجوده غير في الافلام بس، لان السقف ما بيتفتحش غير من بره لو عمال الانقاذ. فاكتر حاجه امان بالنسبه لك انك تستنى المساعده. طب لنفترض ان فاتت ساعات ومحدش عارف انك في الاسانسير، او مش معاك موبايلك، او ما فيهوش شبكه، حاول انك تشوف اي فتحه للباب حتى لو صغيره، وحاول من خلال صوتك، لان هو ده سبيلك الوحيد انك توصل لاي استجابه. واكيد باذن الله هتلاقي حد يسمعك، الا لو كنت في مكان مهجور، وبصراحه لو كنت في مكان مهجور فالافضل انك ما تركبش اسانسير اصلا.